الباخرة تيتانيك. الباخرة تيتانيك بالإنجليزي أو رئيمس تيتانيك كانت باخرة بريطانية فخمة لنقل الركاب. غرقت في المحيط الأطلنطي في من 14 إلى 15 أبريل 1912 وهي في رحلة ما بين مدينة ساوثهامبتون في إنجلترا ومدينة نيويورك في أمريكا. الباخرة غرقت وهي في رحلتها البكرية ميدن فويو، وتسبت الحادثة دي في موت حوالي 1500 واحد ما بين مسافرين وعمال وطاقم الباخرة. الشهرة الكبيرة اللي خدتها الباخرة وهي باتت تبني في بلفاست على أنها أعظم إنجاز بشرى في الهندسة البحرية وبناء البواخر على مستويات الفخامة والضخامة، وغرقانها المفاجئ خلاها واحدة من أكبر التراجيديات في العصر الحديث والهم أعمال فنية كثير من الأفلام وللروايات والمقطوعات الموسيقية، وأخضعها لكثير من الدراسة والبحث حوالين أسباب فشلها وغرقانها. الخصائص: التيتانيك كانت من أضخم وأفخم البواخر في العالم كله، حمولتها وصلت ل 46329 طن. وزنها الإجمالي وهي محملة كان 66,000 طن. طولها كان 269 متر وعرضها 28 متر من أعرض مكان فيها. السفينة كانت من تصميم وبناء ويليام بيري عن طريق شركته العملاقة هارلاند أوند وولف، ومقرها في بلفاست في أيرلندا الشمالية. التيتانيك كان ليها قعر مزدوج مقسم إلى 16 غرفة معزولة عن بعض عزلا تاما، ولان 4 من 16 غرفة ممكن أن تمتلئ نظريا بالماء دون أي تأثير على قدرة الباخرة على الطفو. الباخرة تيتانيك تعتبر وقتها غير قابلة للغرق unsinkable. الغرق فقد وقع في ليلة 14 من أبريل. اصطدمت السفينة بجبل جليدي في المساء، واستمرت في الغرق لحد صباح 15 من أبريل، وذلك سنة 1912 في شمال المحيط الأطلنطي. وكانت السفينة قد أبحرت من 4 أيام من إنجلترا متجهة لأمريكا. كان مقرر ليها لرسو في ميناء مدينة نيويورك. وتقول التقارير التي ظهرت في ذلك الوقت أن السفينة تيتانيك تلقت إنذارات بوجود جبال جليدية في البحر، ورغم ذلك استمرت السفينة في الإبحار بسرعتها القصوى لأن فوجئ طاقمها بوجود جبل جليدي أمامها، ولم تستطع السفينة تفادي الاصطدام. وقد ظهر تقصير من الشركة لعدم وجود قوارب نجاة كافية لجميع من على سطح السفينة، وأدى الهلع والذعر لعدم إخلاء الركاب بشكل منظم، فكانت توجد قوارب غير مكتملة العدد، وكان كل من قفز في المحيط تفاديا للغرق قد مات نتيجة الانخفاض الشديد في درجة الحرارة، ولم ينج سوى من كان في قوارب النجاة. أتت سفينة قريبة في صباح اليوم الذي بعد كده وأنقذتهم. قناة معلومة عالمية ترحب باشتراككم وتعليقاتكم وإعجابكم لنستمر في تقديم كل ما هو مفيد. لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب والتعليق ومشاهدة الفيديو ونشره للمساعدة في نشر القناة.